اللي ضحك ملك الموت وايه اللي خلاه يبكي؟ قصه اتحكت كتير على السوشيال ميديا عن ملك الموت. القصه باختصار شديد، ربنا سبحانه وتعالى سال ملك الموت ايه اللي خلاك تضحك في مره وايه اللي خلاك تبكي في مره. المفروض ان ملك الموت رد وقال يا رب ان في مره كنت رايح اقبض روح راجل كبير في السن كان بيصلح الحذاء بتاعه عشان خاطر ان هي تعيش معاه سنه ولا سنتين كمان. ضحكت من امر راجل انا كنت رايح اقبض روحه وبعد ثواني. في المره الثانيه بكيت لما رحت اقبض روح واحده ست كانت في الصحراء ومعاها طفلها الرضيع. المشكله هنا ان الروايه دي كذب وملهاش اي سند تاريخي غير انها قصه مأثوره الناس قالوها زمان للاسرائيليات. في علم التاريخ بقى الروايه اللي ملهاش مصدر بالنسبه لي عباره عن اكذوبه ملهاش اي معنى وملهاش اي قيمه. طب ليه نصدق قصص زي دي مع ان تاريخنا مليان بالقصص والعبر والقران حكى لنا قصص كتير والسنه النبويه قالت لنا امثله وقصص موثوقه ومواقف حقيقيه تثبت عظمه الخالق سبحانه وتعالى غير لا تاليف ولا حتى اكاذيب. عشان كده نصيحه لله قبل ما تنشر اي حاجه او تعمل لها مشاركه يا ريت تتاكد هي صحيحه ولا مجرد كذب من الاكاذيب. ويا ريت لو عندك اي قصه او حكايه سمعتها وشاكك في امرها نتناقش فيها او تبعتها لنا عشان نشوف هي فعلا حقيقه ولا برضه اكذوبه.